السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله وصفة جديدة ان شاء الله نصايب معكم الفقاص المعتمد عندي اللي ما كيتشق ما كيتهرس. عندنا في المكونات كيلو ديال الدقيق، 2 خمارات حمر، كاس زلافه الزيت، كاس سكر، 5 البيضات، والكاس زلافه ديال اللوز مرقد، وفانيا، وشويه ديال الزنجلان والنافع. فإناء تنوضعوا الخمس بيضات مع السكر وتنقوموا بالدمج ديالهم على هذا الشكل. كنبقى كندمج المكونات مزيان حتى يندمج لينا البيض مع السكر. هنا غنضيفو الزيت، زلافه ديال الزيت، من بعد تنعاودو ندمجو المكونات مزيان بهذه الطريقه. تندمجو الزيت مع البيض والسكر حتى كيندمج لينا الخليط. من بعد كنقوموا بإضافة الخمارة ديال الفاني وتندمجوا المكونات بهذا الشكل. من بعد كنضيفوا النافع حبة حلاوة، يعني معلقة صحيحة ومعلقة تتكون مدقوقة مع الججلان، ما يعادل 1-2 معالق ديال الججلان. كثروا من الججلان راه كيعطي مذاق رائع للفقاص ديالنا وكيجي هكا مقوم. كنقوموا كذلك بالدمج ديال المكونات على هذا الشكل. من بعد كنضيفوا اللوز اللي كيكون مرقد في الزهر، كنرقدوه 1 ساعتين قبل، وكنضيفوه حتى هو وكندمجو مزيان المكونات هكا. علاش كنرقدو الججلان؟ باش من نكونوا تنقطعوا ما يهرش لينا الفقاص ديالنا. هنا غنزيد واحد الفانيليا في الاخير باش تتخلي الطعم النسمه ديالها في الفقاص ديالنا. ومن بعد كنضيفوا الدقيق مع الخمارات الحمر، رانا ديجا ضفتهم في الدقيق وكنغربل الكل باش هكا نتفاداو الحبيبات والكوته اللي كتكون عندنا متكتله. من بعد كنقوم بالدمج ديال داك الدقيق في الاناء في الخليط، وانا تنضيف الدقيق شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجين اللي هي متماسكه، ما تكونش خفيفه بزاف باش الفقاص ديالكم ما يتفرتتش، وما تكونش قاصحه باش ما يجيكمش معجن من الداخل.
يعني ما بين وبين. من بعد ما عجنته شكلته على شكل حرابيل بحال هاد الطريقه، على شكل حرابيل يعني محينش على شكل طولي. تنقوم بالدهن ديالو بالاصفر البيض والقهوه سريعه الذوبان، تندهنهم هكا. يعني نتوما كتحكموا في الحجم ديال الحربولات ديالكم، يعني اما غلاظ او رقاق، نتوما يعني كتختاروا الحجم ديالهم. انا هنا خرجت ليا 3 ديال الشرائط، نتوما يعني تقدروا تفرقوهم على 4 او لا. انا راه جاوني هنا طوالين، يعني حربولات طوالين، وتنقوم هنا بالتزيين ديالهم بفرشيط او لا اي اداه عندكم. كتقوموا بوضع خطوط على هذا الشكل من اجل التزيين وصافي. يعني التزيين اختياري، يمكن لكم ديروه باي شكل كتبغيو. انا درت خطوط عشوائيه وصافي. وواحد السر يعني باش ما يتشقق لكمش الفقاس ديالكم يكونوا كطيبوه، قبطوا واحد ليبره او لا فنيته وكتبقاو تقبوه باش ما يتفرقعش لكم في الفرن. وتسخنوا الفرن وكتدخلوا الفقاس ديالكم هنا بعد ما خرجتو تحمر لينا من التحت وشعلت عليه شويه من الفوق، الذهب شويه من الفوق. تنخليه انا واحد الليله كامله اولا نص نهار، يعني هو يعني فوق منه زيف فازك، وكنغطيوه. من بعد كنقسموه كنستفوه في اللاطه د الفرن بحال هاد الطريقه. يعني راه كيتقطع معنا بسهوله وما كيتفرتتش لينا، يعني راه ناجح وكيجي خفيف وهشيش من الداخل ما معجنش. تنعاودو ندخلو اللاطه ديالنا د الفرن بعد ما قطعناه باش يتحمر لينا من التحت ومن الفوق. ومن بعد كنحصلوا على النتيجه اللي كتكون اكثر من رائعه. فقاس هشيش وبنين يعني منسم وغزال. يعني جربوا الوصفه راه غادي تنجح لكم ان شاء الله.